السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي. زي ما انتوا شايفين كده طريقتها سهلة ان شاء الله، هتعتمديها وكمان هتجربيها وتدعيلي ان شاء الله باذن الله. مش هتغيري الوصفة دي من كتر حلاوتها. شايفين بقى الكفتة كده زي ما تكوني جايباها من عند الحاتي بالظبط. شايفة مستوية، طعمها جميل جدا، وكمان طريقتها سهلة ومكوناتها سهلة جدا. يلا بينا نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك حبايب قلبي. هنا معايا نص كيلو من اللحمة، وانا مستخدمة لحمة برازيلي وما فيهاش اي دهن. هنا بقى جبت كده بصلاية كبيرة وضربتها في الكبة كويس جدا علشان انا عايزاها تبقى ناعمة، عشان تنزل كل المية اللي فيها. زي ما انتوا شايفين اهو، تتكي كده على البصلة تخلي كل المية اللي فيها تنزل قبل ما تحطيها على اللحمة. انا جبت بصلاية كبيرة تمام على نص كيلو. هنا بقى هنزل بالبهارات بتاعتي، والبهارات بتاعتي سهلة جدا. حطيت كده رشة من الفلفل الاسود، ورشة كمان من الملح، او نص يعني معلقة صغيرة كده من الملح تمام. رشة من البابريكا ورشة كمان من جوز الطيب، وبراحتك لو مش عايزة تحطي جوز الطيب، بس صراحة بيخلي طعمها حلو جدا. هحط كمان معلقة صغيرة من بهارات الكفتة، وديت متوفرة في اي مكان عند اي عطار، ولو ما عندكيش ممكن تحطي بهارات لحمة تمام. بعد كده هجيب بقى معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي ضرورية جدا تمام. استخدمي اي نوع بيكنج باودر، هنحط منه معلقة صغيرة. بعد كده هجيب معلقتين صغيرين اهم من النشا، معلقتين اتنين صغيرين من النشا. المعلقتين كانوا مليانين تمام. هنا بقى كده عودين من الكرفس او البقدونس. وهجيب بقى كل المكونات دهيت واضربها في الكبة. قبل ما اضربها في الكبة هجيب 100 جرام من الدهنة. انا كنت حطاه في الفريزر وضربته علشان ينعم قبل ما نحط كده اللحمة. لازم تضربيه الاول او تنعميه، علشان لو ضربتيه مع اللحمة ممكن ما يتفرمش كويس. افرميه لوحده الاول، وبعد كده ضيفي بقى كل المكونات واضربيها على بعضها. بصوا يا بنات، اللحمة بتاعة الكفتة لازم يكون فيها نسبة من الدهون. انا اللحمة بتاعتي عشان ما كانش فيها اي دهون، فجبت لها 100 جرام على النص كيلو دهنة وفرمتها كده قبل ما نحط كل المكونات على بعضها. وفضلت اضرب لحد ما كل المكونات اتخلطت مع بعضها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ووصل القوام بتاعها اللي انتوا شايفينه ده تمام. حطي جزء بجزء كده لحد ما تتضرب كويس. طبعا مية البصل اللي نزلت منها انا سبتها في الطبق ما رمتهاش تمام. هنستخدمها في التصبيع. جبت هنا صينية عندي زي ما انتوا شايفين، وممكن تحطي في الصينية زي ما هي كده. انا جبت صينية صغيرة وهرص عليها الكفتة. لو انت عندك الشبكة حطي على الشبكة، بيبقى ليها الصينية بتاعتها مخصصة ليها. انا صراحة ما عنديش، بس انا بعمل كده علشان خاطر اي دهون زيادة في قلب الكفتة بتنزل بقى في الصينية اللي هي تحت دي، وبتتخلصي منها لو مش عايزة يعني كمية دهون ياما في قلب الكفتة تمام. هنا بقى كده بنصبع الكفتة بتاعتنا. بنحط ايدينا كده في مية البصل وبعدين نصبع. اعملي الحجم اللي انت عايزاه، ممكن تطولي الصوابع بتاعتك عن كده، ممكن تصغري براحتك خالص. انا بعمل كده يعني، عملتها طويلة شوية ورجعت قصرتها تاني علشان حسيت ان هي يعني ايه طويلة قوي، فقلت لا انا هعملها صغيرة شوية، فعملتهم صغيرين شوية عن كده. بصوا يا بنات، حجم الصوابع انتي على حسب عدد افراد اسرتك، او لو عندك عزومة عايزة الصوابع تكون طول ايه، فدي حاجة ترجعلك وبراحتك خالص بقى. عايزة تعملي صوابع طويلة، صوابع متوسطة، براحتك انتي يعني قادرة بظروفك تمام. هنا بقى زي ما قلت لكم انا صغرت حجم الصوابع شوية عن اللي انا عملته معاكم ده، ورصيتهم كده على الصينية. وطبعا كنت مسخنة الفرن بقى على اعلى درجة حرارة،
وهحط الصينية بتاعتي على الشبكة. وزي ما قلت لكم الكفتة مش بتاخد وقت خالص، بتنضرب معاكي بسهولة في الكبة، مش يعني دقيقة واحدة بتكوني ضرباها، لان انتي اصلا بتستخدمي لحمة مفرومة وبتضربي التوابل والبصل وكل المكونات مع بعضها وتصبعيها وتدخليها الفرن ربع ساعة بالظبط وبتكون جاهزة معاكي. انا حطيت الصينية بتاعتي على الشبكة على اعلى درجة حرارة وكنت مولعة من فوق ومن تحت. يلا نعمل بقى سلطة الطحينة كده سريعة معانا. انا هنا جبت 3 معالق كبار كده من الطحينة، ونزلت عليهم بربع كوباية من الخل، وببدأ ان انا يعني اخفف كده الطحينة بتاعتي او افكها. الاول بفكها بالخل يا بنات، تمام، بفكها الاول بالخل، بتبدأ ان هي تتقل قوي معاكي. بعد كده بتجيبي مية وتخففيها بالقوام اللي انت عايزاه. شايفين بقى هي هنا اهي، ده كله كده لسه محطتش مية، شايفين القوام بتاعها. هي هبدأ بقى ان انا اخففها كده بالمية القوام اللي انت عايزاه. بس كده بتكون جاهزة معاكي في دقيقة واحدة بس. احلى سلطة طحينة وسريعة جدا. شايفين بقى قوامها؟ يبقى انا الاول بخففها بالخل وبعد كده بزودها بقى بالمية زي ما انت عايزة اهو. هحط لها بقى رشة كده من الكمون ونص كده ليمونة ورشة ملح بسيطة، رشة فلفل اسود، وخلاص على كده. توابل يعني مش بنحط لها توابل ياما، كمون وفلفل اسود وملح وعصير نص ليمونة وخلاص على كده. بس بقى يا بنات الاكله بتاعتنا بقت جاهزه معانا، وكمان سلطه طحينه. عايز اقول لكم بقى تعملي جنبها شويه مكرونه بصلصه، تعملي جنبها رز بسمتي او رز مبهر، تاكليها بالعيش كده زي ما احنا عملنا براحتك خالص. يعني حاجه ترجع لك انتي، واكله تحفه. ولادك طبعا كبار وصغار بيحبوا الكفته. بس يا بنات الاكله بتاعتنا النهارده كانت جهزت معانا، اتمنى ان انتوا بقى تجربوها. شكل الكفته بصوا بقى، كل الدهون الزيادة بتنزل بقى في الصينية اللي هي تحت دي. بعد كده بتتخلصي منها او تستخدميها في اي حاجة. شايفين بقى الكفتة بتاعتنا حكاية سكر، طعمها يعني فظيع. عايزة اقول لكم بتحسي ان انتي قاعدة في مطعم وبتاكلي فيه. شايفين؟ والله طعمها طعم المطاعم بالظبط يا بنات. جربوها وهتتأكدوا من الكلام اللي انا بقوله، وهتدعولي كمان على الوصفة دي. لو عجبكم الفيديو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتاخدوا لكم جولة كده في القناة، فيها فيديوهات هتعجبكم جدا. وكمان تعملوا لي مشاركة مع اصدقائكم واشتراك، اضغطوا لايك حبايب قلبي. شايفين بقى الكفتة بتاعتنا فظيعة، شوية كفتة وسلطة طحينة حلوين